اديك اللي انت عايزه. لو قلت لي محمد الشناوي بيعمل ايه في قائمه منتخب مصر، ايه الاضافه اللي موجوده في منتخب مصر؟ النادي اللي بيلعب فيه مش طايقه، اهله في البيت تقريبا مش طايقينه، ده بيمدش ايده ولا هو بيمدها يسلم عليك فانت يعني تمام، ولا هو مديها لك بكام، ولا انتوا بتحسبوها ازاي؟ لا اهلاويه ولا زملكاويه ولا حتى اسماعيلاويه متفقين على وجود اللاعب اصلا، لكن مش مشكله برضو اهو المنتخب بيتبني نجوم. نجوم ايه بتاخد ملايين؟ العبث بقى وقمه العبث مصطفى محمد. تنزل القايمة تلاقي مصطفى محمد وناصر منسي. طب فين أسامة فيصل؟ يعني أنت لو هتستبعد حد استبعد مصطفى محمد وهات أسامة. كان عندي دماغ متكلفة تكاليف أنا ما شفتش زي كده، بلعب بطولة كاملة قعد فيها مصطفى محمد دكة، وبلعب تجربة كأس العالم بمصطفى محمد اللي شكل كده في الآخر هقعدوا على الدكة لناصر منسي. ربنا أسطورة يا ناصر، أسطورة الدماغ اللي بتفكر. عندي لاعب تاني بقى إيه مفاجأة، كابتن النجم الأسطورة. أنت عرفته من غير ما أقول صح؟ طب خمن كده، ها مين؟ هو محمد هاني النجم، محمد هاني ما شاء الله. الراجل ده بقى أسطورة تانية خالص، لا بيصنع ولا بيسجل ولا ليه 30 لازمة في الملعب، ومع ذلك يا جدع دايما موجود في منتخب مصر وفي النادي الأهلي. لو أعرف نوع الذلة اللي ماسكها على الناس في الكورة في مصر إيه كنت أكيد هستغلها زيه كده. أحمد نبيل كوكا بيعمل ايه كوكا في المنتخب؟ حد يعرف؟ انت تعرف، انا اعرف، في اي حد تالت يعرف؟ مفيش حد يعرف. على فكره هو ما انضمش لمنتخب مصر عشان هو خاطب بنت ابراهيم حسن، الكلام ده غلط. هو انضم لمنتخب مصر عشان خاطر الموهبه الجباره اللي بيمتلكها. اللاعب ما شاء الله ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يرفع، ما بيعرفش يعمل مهارات، ما بيقطعش الكوره، ما بيرجعش الكوره، ما بياخدش الكوره، فهو ملوش لازمه في الملعب. فيعني بمعنى صح كده احنا بنحشي القائمه بتاعتنا شويه لعيبه من النادي الاهلي مرادة للنادي الاهلي. ولو انت تعرف عنده موهبه ممكن تقولها لي، يعني اكيد هكون فرحان جدا لما اعرف الاكتشاف ده هو بيلعب في الاهلي ليه. الموهبه التانيه ودي اجمد واخطر بكتير بكتير، النجم ال 100 مليون فلوس بتتعدى على الترابيزه. التحيه والسلام اللي واصل لابو النجم احمد سيد زيزو اللي قدر ان هو ينقله من سيد لمصطفى. انا مش هكلمك عن موهبه الكابتن احمد سيد زيزو، لا اهميته الكبيره جدا في الملعب. ما شاء الله الراجل بيرفع من اي حته. بس مستني حاجه تاني؟ لا هو الراجل بيقدر يرفع بس الكرة من اي حته، حتى لو اديته انفراد هيرفعه وحياة ربنا. اقول لك على حاجه، هو قدر يرفع النادي الاهلي في 100 مليون بس كده على الفاضي كده عشان بس جاي من الزمالك. نجم يا جدع، انا جاي من نادي الزمالك، النادي كبير يعني مش اي حاجه. 100 مليون جنيه عشان انت بس لبست تيشيرت نادي الزمالك. يلا يا عم ابسط. وكمان بقينا بناخدك منتخب مصر. لو برضه تعرفوا له اي موهبه تانية ممكن تعرفها لي في كومنت غير ان هو بالونه. محمد علاء الحارس الرابع في القائمه دي، عارفه شايفه هو ده محمد علاء ده. انا عايز اقول لك ان محمد علاء ده احسن من الشناوي، احسن من مصطفى شوبير، احسن من مهدي سليمان. اه وحياة ربنا هو احسن من التلاتة، وهو في الاخر اخر واحد في القائمة تقريبا، مش هيشارك في ولا ماتش، لكن انا واخده معايا. وانا همشيها لك فير والله. يعني مثلا هنقول ان محمد علاء يبقى الحارس الاول، مصطفى شوبير يبقى الحارس التاني، المهدي سليمان الحارس التالت، الشناوي بعته يجيب اي حاجة للناس دي وهي واقفة كده تسابي نفسها بيها. استنوني بالليل ان شاء الله في تقييم كل اللعيبة واهم اللعيبة اللي انا اتكلمت عنها النهاردة دي اللي تلات ارباع مش هيلعب. سلام.